الأهلي يحذر إمام عاشور ولاعبي الفريق بالكامل من كسر نظام التغذية ومنع تناول الطعام في المطاعم، خوفاً من تكرار إصابة إمام عاشور بفيروس أبعده سابقاً عن الفريق لفترة طويلة. رابطة الأندية ترفض تأجيل أي مباريات للزمالك أو بيراميدز، وتؤكد إلزام الفريقين بخوض مباريات مضغوطة مثلما حدث مع الأهلي سابقاً. سيد عبد الحفيظ يستغل تواجده مع بعثة الأهلي للحديث مع حسين الشحات وأليو ديانج بشأن تجديد عقودهما ومحاولة تقريب وجهات النظر لضمان استمرارهما داخل الفريق. عبد الحفيظ يخطط لعقد جلسة مع محمد علي بن رمضان لمناقشة تراجع مستواه مؤخرا، والتأكيد على ضرورة استعادة مستواه بعد تمسك الأهلي بالتعاقد معه خلال أكثر من فترة انتقالات. الجهاز الفني ينفذ جلسات استشفاء مكثفة لمحمود حسن تريزيجيه ومروان عطية والعناصر التي شاركت بشكل مستمر مؤخرا للتخلص من الإجهاد العضلي. محمد شريف يدرس عقد جلسة مع المدير الفني للمطالبة بالحصول على فرصة جديدة وإثبات قدراته وعدم الحكم عليه بسبب سوء التوفيق خلال الفترة الماضية. أحمد يحيى وكيل إمام عاشور يحاول إقناع إدارة الأهلي بتخفيض الغرامة الموقعة على اللاعب إلى 1,000,000 جنيه، بينما يتمسك وليد صلاح الدين برفض تخفيض العقوبة. الأهلي يرفض فكرة عودة محمود كهربا للفريق مجددا بعد تصريحاته الأخيرة التي لمح خلالها لرغبته في العودة. الزمالك يرد عبر خالد الغندور على تصريحات كهربا، مؤكدا أن النادي ليس في حاجة لعودة اللاعب من الأساس. نادي إنبي ينفي ما تردد بشأن طلب الأهلي شراع الأشهر الستة الأخيرة في عقد لاعب الوسط مودي نصر. الأهلي يدرس السماح لمحمد الشناوي بخوض تجربة احترافية في الخليج الصيف المقبل حال رغبته، مع إمكانية عودته لاحقا للعمل ضمن الكادر الإداري للنادي في ظل جاهزية مصطفى شوبير لحراسة المرمى أساسيا. حالة غضب داخل نادي بيراميدز تجاه إبراهيم عادل بعد تأكد الإدارة من رغبته في الانتقال إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة. غضب جماهيري داخل الأهلي بسبب عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الإعلاميين الذين يهاجمون النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إمام عاشور يؤكد لمقربين منه شعوره بالندم على تصرفاته الأخيرة، ويؤكد التزامه الكامل حاليا ورغبته في استعادة ثقة جماهير الأهلي والرد داخل الملعب. أشرف داري يستعد لمغادرة القاهرة للخضوع لكشف طبي في أحد الأندية الخارجية التي تفاوضه مؤخراً.